إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا. والسلام على رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو مهم جدا عن تنظيف الشفاط. زي ما حضراتكم شايفين كده الشفاط حالته صعبه جدا زي ما انتم شايفين. كنت جبت مزيل دهون، هو كان ب8 جنيه، كنت شاريه كمنظف يعني، والحقيقه ابهرني بالنتيجه بتاعته، فحبيت اجرب معاكم التجربه لايف عشان تشوفوا ما شاء الله قد ايه هو فعال ومؤثر. المزيل اسمه حوالي لحضراتكم اسمه الامير كلين، وهو مزيل تركيبه خاصه لتنظيف البوتاجازات والشفاطات، انتاج شركه الدانا للتعبئه. وادي رقم التليفون، انا جايباه من عند بتاع منظفات، هتلاقيه عند اي بتاع منظفات تقدري تشتريه من عنده. عملت ايه؟ جبت العبوه دي وفضيتها في اللي حوالي حضراتكم ده، فضيتها في الرشاش دهوت علشان اقدر ارش على الشفاط. هرش باذن الله دلوقتي بسم الله واوري لحضراتكم هنعمل ايه. دلوقتي هبتدي ارش كده معاكم كده بسم الله. هو بصراحه نتيجته كويسه جدا، هتعجبكم جدا بالرشاش بقى كده زي ما انتم شايفين كده. بسم الله مع بعض كده زي ما حضرتك شايفه كده، نبتدي ان احنا نرش. والله انا عايزه اقول لكم ان انا جربت انواع كتير وانواع غاليه، يعني كنت بجيب مثلا ماركات غاليه جدا. مثلا جبت الديتول منظف مش الديتول، عفوا، اللي هو ديتول اللي هو فيه منه بيبقى منظف للبوتاجازات وكده. يعني عايزه اقول لكم كان ما عملش اي حاجه خالص. ببتدي ان انا ارش كده بالمنظر ده كده. هو بس مشكلته ان هو ريحته مش حلوه، يعني اما بيتفاعل مع الدهون ومع التراب الموجود بيبقى ريحته مش حلوه، فخلي بالك ممكن تستخدمي ماسك او تبقي بعيد يعني عنه. ابتدي ان انا ارش كده واسيبه بقى 5 دقايق 10 دقايق على حسب كثافه الدهون اللي عندك. تمام. ببتدي كده ارش على برضو زي بصي انا هوريكي على حاجه. بصي اول ما برش لاحظ الدهون ابتدت تنزل اهي. بصي شايفه مكان ما برش الدهون بتقع. هو الشفاط كمان دلوقتي ناشف، يعني انا مش مستخدمه عليه ميه ولا اي منظف خالص. تمام زي ما انت شايفه كده. برده هرش، شايفه يعني مجرد ما ابتديت ارش ابتدت الدهون تنزل. طبعا عشان هنا الدهون في الجزء الاخضر كثيفه، فطبعا هتاخد وقتها، ممكن ارش اكتر من مره. بصي معايا، مجرد ما برش اهو قدامك لايف اهو بيبتدي الدهون تنزل من غير اي مجهود خالص اهو. بصي زي ما قلت لك، هو مشكلته ان هو بيعمل ريحه مش حلوه. طبعا بنسيب الشفاط يعني المنظف يتفاعل مع الشفاط، وبنرجع له تاني وعلى حسب كثافه الدهون زي ما قلت لك. كل ما كانت الدهون تقيله كل ما هنسيبه اكتر يتفاعل معاه. هرجع له بعد 5 دقايق بعد ما اكمل رش، هرجع له بعد 5 دقايق واشوف النتيجه ايه. بصي انا سبته بتاع 5 دقايق وبعد كده هجيب قماشه اكون انا مستغنيه عنها مش محتاجاها زي ما حضرتك شايفه كده. وهبتدي بصي اهو القماشه دي انا ما حطيتش عليه ميه ولا اي حاجه، هبتدي ان انا امسح كده. شايفه النتيجه ما شاء الله يعني ممتازه. طبعا هو لسه فيه بس، فاحنا هنعيد الرش مره ثانيه. بس انا بصي انا بمسح، ما ببذلش اي مجهود نهائي، واخده بالك معايا؟ انا بمسح فقط، واخده بالك؟ بصي معظم الدهون طلعت من اول مره رش. بصي كده معايا، اتمنى تكون الصوره واضحه معاكي اهو. بصي الدهون بدات ان هي تطلع خالص من اول مره رش. طيب بالنسبه للمروحه تعالوا بصوا كده، نبص مع بعض اللي هيحصل في المروحه اهو. هاجي ابتدي ان هي كده قدام الكاميرا كده امسحها اهو. شايفه اهو، ولا اي منظف خالص معايا يا جماعه. هو بس كل ما سبتيه اكتر كل ما طلع اكتر. انا سبته بتاع 5 دقايق او اقل.
بصي شايفه النتيجه عامله ازاي؟ ما شاء الله، بدون اي مجهود خالص. انت كل بس ما سبتيه اكتر كل ما هيكون، بصي هيجيب. بصي يا جماعه الفرق، بصي الفرق بين الريشه دي والريشه دي. شايفه اهو، مجرد ان انا بمسح بفوطه انا خلاص مستغنيه عنها وهرميها. اي قطعه قماش عندك قديمه مش محتاجاها، بس تكون بس قطنيات، حته فوطه قديمه ولا حاجه، نبتدي ان احنا نمسح كده زي ما انت شايفه. مسح مش دعك، مسح. فاهماني؟ اهي بصي اهو، بسم الله. بصي اهو زي ما حضرتك كده شايفه. فهو منظف ما شاء الله. زي ما قلت لك انا جربت انواع غاليه كتير، للاسف ما جابتش نتيجه خالص. وحتى لما جبت المنظف ده، بصي دي مسحناها مباشره، ما كانش فيه دقيقه او دقيقتين، فكان لسه ما اتفاعلش. بصي هنا كانت فاعل. في فرق نتيجه الايه، نتيجه شايفه الفرق بين دي وبين دي، نتيجه ان هو قاعد على الدهون بيحللها. هو بيحلل الدهون، والتراب اللي عليها كمان بيتشال معاها، اللي هو لازق مع. شايفه؟ من غير اي مجهود خالص. بصراحه انا ما شفت المنظف ده، يعني جربته، انا جبته انا يائسه بصراحه، يعني مش متخيله، لان انا جربت انواع غاليه كتير زي ما قلت لك وما جابتش نتيجه. كده بالمنظر ده كده، شايفه؟ طيب هعمل ايه تاني بقى؟ هكمل رش، يعني هرش بقى تاني على الاجزاء اللي ما طلعتش، بحيث ان انا اطلع الباقي. بطلع باقي الاجزاء. تعالوا كده برضو نشوف الجزء ده. طبعا انا حاطه الشفاط في الحوض عشان خاطر اي حاجه تنزل مني في الحوض مبقاش انا محتاجه انضف المكان حواليا مره تانية. كده الحوض هيبقى تنظيفه سهل. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعيد الرش اهو كده بسم الله على الاماكن اللي لسه فيها دهون، ونسيبه اطول فتره ممكنه. تسيبيه يروح يعمل لي اي حاجه تانية، هترجعي كل ما سبتيه اكتر كل ما مش هتحتاجي ترشي مره تانية. بس انا حبيت اوريكم النتيجه الايه الفوريه بتاعته اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، برش على جميع الاجزاء. هو اهم حاجه ان انت تحطيه في اي ازازه رشاش عندك، اي تكون ازازه منظف عندك بتاع الزجاج، تحطيه وتسيبيه يتفاعل عليه اهو زي ما انت شايف. طبعا هو كان فين وبقى فين اساسا، يعني مفيش وجه المقارنه خالص. بصي هنا طبعا ده بقى الجزء من قدام، المروحه من قدام اهو، برش عليها اهو بسم الله. ممكن بقى ما تستخدميه في تنظيف البوتاجاز لو عندك عليه دهون كتير. وان كنت انا بنصح ان انت كل يوم تنضفي بوتاجازك، ما تسيبيش يتراكم عليه الدهون، هيبقى سهل وهيفضل جديد معاكي طول السنين، مش هيحصل له اي حاجه خالص. عندك برضو حيطه عليها دهون كتير تقدري تستخدميه عليها، هترشي كده بنفس الطريقه وهتسيبيه يحلل الدهون اللي على الحيطه، وهتمسحي مش هتلاقي اي دهون خالص زي ما انت شايفه. يعني مش اشد الدهون مهما كانت اللي على الحيطه، مش هتبقى زي الدهون اللي على الشفاط. الشفاط بيجمع الدهون كلها بتاعه الايه، بتاعه الطبخ كلها زي ما انت شايفه كده. هسيبه برضو تاني وهرجع لكم تشوفوا المنظر النهائي، المنظر ايه بعد ما رشينا مره ثانيه طبقه ثانيه عشان نطلع بقيه الدهون اللي عليه. هناخد كده فاصل باذن الله ونرجع لكم ان شاء الله نشوف عمل ايه. هبتدي بقى امسح كده مع حضراتكم كده، نمسح كده بالمنظر ده زي ما انت شايفه كده. الايه الدهون بتطلع بمنتهى السهوله. تمام ما طلعتش معاكي بتديها رشه كمان وبتسيبيه. هنشوف بس فوطه تانية تكون نضيفه شويه عشان دي اتوسخت خالص. هقطع بقى حته هكون انا مستغنيه عنها، مش هغسلها بقى خلاص. كده زي ما حضرتك شايفه كده بسم الله كده. طبعا نظافه ممتازه من غير مجهود. تمام من غير دعك ومن غير اجهاد. بس انا كل اللي بقوله لك ان هو ريحته مش حلوه، يعني ريحته كريهه، يعني لما بيترش مع الدهون هو ريحته لوحده مش كويسه ما فيهاش مشكله، لكن لما يترش مع الدهون بيحصل تفاعل وبالتالي تبقى ريحته مش حلوه.
فخدي بالك بس من النقطه دي لو من الريحه دي. وطبعا ما يستخدمش معاه منظفات تانية عشان ما يحصلش تفاعل ويطلع غازات مش كويسه، برضو بتعمل ريحه افضل وحشه وممكن تسبب اختناق. تمام. تعالوا كده نشوف المروحه اهي. خلاص بقى المروحه يعني خلاص مش محتاجه حاجه اهو. ممكن لو نشأ في المنظف تشطفي بدل ما تمسحي تشطفي بالميه كده بالمنظر ده. شايفه خلاص ان شاء الله نضف كده بالمنظر ده. الفوطه هي اللي بتبقى اجزاء منها مش نظيفه فبترجع تقوم عامله اتساخ. شايفه اهو بسم الله. شايفه اهو مجرد بفوطه ناشفه. دي فوطه ناشفه يا جماعه مش مبلوله عشان برضو تبقى لافضل النتائج. تمام اهو. بتمسحي بقى يعني ولا في دعك ولا حاجه اهو. تمام وبسرعه. وبعدين انا سبت رحت عملت حاجه تانية. رحت كان ورايا غسيل نشرته فمش هتقعدي جنبه يعني. بصي بقى من هنا من قدام لسه فيه. هنبتدي بقى اهو. بصي اهو بمسح بس اهو من هنا كده بمسح اهو. شايفه ما شاء الله يعني نتيجه مبهره. يعني من اصعب الحاجات اللي في المطبخ هو نظافه الشفاط. بعد كده كل حاجه في المطبخ اسهل من نظافه الشفاط. تمام. ابتدي ان انا امسح كده من المنظر ده اهو. شايفه ما شاء الله. شايفه دي الريشه اتمسحت ودي الريشه ما اتمسحتش اهو كده. بسم الله. المنظر اللي حضرتك شايفاه كده اهو. هاجي بقى على المكان اللي بتحط فيه المروحه ننضفه. ادي الشفاط ما شاء الله. شايفه النظافه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. هحط لكم باذن الله الصوره قبل وبعد في الغلاف. واتمنى انتوا تشيروا الفيديو لعل ربنا ينفع بيها حد ان شاء الله ويجعلها صدقه جاريه وعلم ينتفع بيه. ان احنا يعني علم مفيد وفرنا وقت ومجهود ونظفنا بيتنا بدون مجهود. طبعا هو بيتوسخ نتيجه ان انا ايدي بيجي فيها منظف وبيجي فيها فبابله تاني، لكن هو خلاص اهو. تمام اهو. انا شايفه اهو شايفه النتيجه بصراحه مبهره. فين بدور بس على ايوه الدايره اهي. انا عامله في الحوض عشان خاطر يبقى سهل عليا لما الحوض يتوسخ انا هنضفه بسهوله اهو. طبعا شايفين الكتل بتاعه الدهون كانت عامله ازاي مع التراب. حاجه يعني كانت فظيعه جدا. وهشطفه قدام حضراتكم دلوقتي عشان خاطر اتخلص من اي حاجه يعني. او ممكن اجيب فوطه نظيفه خالص وابتدي ان انا خلاص كده ان كان الشطف افضل. فهشطفه بسم الله كده. هجيب الميه اهو. خلاص ابتدي ان انا اشطف كده زي ما حضرتك شايفه. اخلص من اي بقايا. ادي من الوش ومن الظهر ما شاء الله. حاجه يعني ممتازه جدا. لو شايفه اي حاجه تقدري ان انت ترشي مره ثانيه. ادي النتيجه النهائيه. الشفاط من قدام ومن ورا. طبعا دي ممكن انا ارش عليها الاجزاء اللي لسه ما نطفتش. ارش عليها برضو اسيبها تاني مفيش اي مشكله خالص. بتكلم على الريش اللي كنت شايفاها قدام حضرتك كانت عامله ازاي. ادي الشفاط اهو ما شاء الله بقى زي الفل من غير اي مجهود. تمام. خد دي على جنب كده. مروحه ناخد الجزء ده كان برضو وحش جدا اهو. هننضفه كده بالميه خلاص. تمام. ناخد الجزء اللي هو المربع ده هشطفه بالميه كده زي ما انت شايفه وخلاص. ممكن لو في انا مش عايزه ارش تاني يعني شايفه العمليه مش مستاهله هم صبناه كده بليف المواعين. لو انا شايفه حاجات يعني شايفاها مش مستاهله ان انا ارش عليها مره ثانيه يعني. تمام. بس هو المنظف خلصني نقدر نقول من 99% من الحاجات اللي كانت عالقه في الشفاط بمنتهى السهوله واليسر بدون مجهود فعليا يعني. خلاص ما خدش مني مجهود خالص. في 5 دقايق كان نضف. يعني الوقت اللي انا بسيبه هو الوقت اللي هو بيتنقع فيه بس.
تمام. ده الوقت اللي انا بنقعه فيه هو ده اللي انا بسيبه بس، لكن عمليه التنظيف فعليا ما بتاخدش وقت خالص. انا كنت في الاول ممكن اقعد بنص ساعه بنضف فيه عشان اوصل للنتيجه اللي انت شايفاها دي، وطبعا بعد مجهود بيكون مضني يعني. اهو انا حبيت اعمل اللي عليه معاكي الفيديو للاخر. طبعا دي الحاجات اللي في الحوض اللي هي نزلت نتيجه التنظيف. طبعا هيبقى سهل عليا ان انا انضف الحوض، عشان كده انا عملته في الحوض قدامي. خلاص كده نضف زي ما انت شايفه، واتخلصت من ايه كل حاجه فيه. طبعا دلوقتي هنضف الحوض بتاعي هنا، بس الحته دي لسه فيها الشطف بس. خلاص تمام جدا زي ما انت شايفه كده. بسم الله ما شاء الله، نتيجه مبهره. هنضف بقى خلاص الحوض بتاعي تمام اهو زي ما انت شايفه اهو. ما شاء الله ما شاء الله يعني. اتمنى يكون الفيديو عجبك. طبعا هنضف انا بقى كل ده ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبك، وما تنسيش لو عجبك الفيديو اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشكرك جدا على حسن المشاهده والاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.